رايكم في شكل الفطير ده عاملاه بنص كيلو دقيق وبشويه ميه وشويه دقيق، هنعمل كل الكميه دي كلها. تعالى اوريكي قد ايه هو جميل وقد ايه هو مورق من جوه. شايفين الفطير بتاعنا بشويه دقيق وشويه ميه عملنا كل الكميه دي. تعالي كملي معايا الفيديو ونشوف عملناه ازاي. معايا نص كيلو من الدقيق وذره ملح. هقلب ذره الملح. اول حاجه هنزل بميه عاديه خالص من الحنفيه بكوبايه. تقلبيها كويس. وهي دي شكل العجينه بتاعتنا بعد ما احنا عجناها، يا دوبك خدت مننا كوبايه وربع من الميه. احنا حطينا كل اللي في العجين كوبايه وربع من الميه، ذره ملح، نص كيلو دقيق. تعالوا بقى نقطعها. احنا مش حاطين لها خميره ولا اي حاجه. طيب بالشكل ده انا قطعت العجينه بتاعتي بالشكل ده. عملوا يا دوبك 11 فطيره. اول واحده انا عجنتها، بصوا هاخدها بقى هشكلها. انا العجينه بتاعتي ما فيهاش خميره ولا فيها اي حاجه، يا دوبك بس بسيبها 5 دقايق تستريح. تفرديها بايدك بالطريقه دي، تفرديها معاكي بالشكل ده. لو عندك النشابه دي اعملي بيها، لو عندك دي اعملي بيها اللي يريحك بقى. بس انا بصراحه بستسهل دي. اسهل فطير هتعمليه، مش مكلف خالص. شويه دقيق وشويه ملح هتعملي احلى فطاير. حاولي بقى تنفضيها من الدقيق بتاعك. طبقيها بالشكل ده. بتجيبي دي كده وقصادها دي كده، تبقى معاكي بالشكل ده. تنفضيها من الدقيق كويس وبتحطيهم على صينيه، تعملي لك 2 أو 3 وبعدين تشغلي الطاسه. بصوا انا عملت معاكم الشكل ده. تعالوا نعمل شكل تاني. هتدوري الفطيره بتاعتك، وبدل ما انت بقى بتطبقيها هنعملها نظام مثلث، تبقى معاكي بالشكل ده. على النار فيها شويه زيت، يا دوبك سخن معانا، هتنزلي بالفطير بتاعك بقى، يبقى معاكي بالشكل ده. ما بياخدش وقت خالص، ولا في عميله ولا في اليته ولا في اي حاجه. بس ما تلمسوش ولا تقربي له الا لما يحمر من تحت ونقلبه على الوش التاني. خدت لون حلو قوي كده معايا. متفضليش تقلبي فيها عشان ما تنشفش اكتر من كده. هي مره واحده، اول ما تاخد معاكي لون من تحت بتقلبيها على الوش التاني وخلاص. حلوه قوي كده لون. دوت هنشوف. دي شكلها، وده الشكل التاني اللي احنا عاملينه مع بعض. هو ده الشكل التاني، يا دوبك كده هتطلعيه. انا هكمل بقيه الكميه كلها بالشكل ده وارجع لكم تاني. وهو ده شكل الفطير بتاعنا بعد ما احنا خلصناه. بنص كيلو دي عملنا 11 فطيره بالشكل ده، بامانه تحفه وجميل جدا. تعالوا بقى نقدمه مع بعض. انا هقدم واحده بس معاكم بلبن، لو انت مش حابه تعمليها بلبن اعمليها بسكر زي ما انا هعمل معاكي دلوقتي، بس انا بحبها بالطريقه دي. تحطي عليها شويه لبن كده، معلقه
معلقة سكر بقى، شوية زبيب، شوية جوز الهند. لو انت حابة تقدميه بالشكل ده هيبقى معاكي طعمه جميل جدا. عامة انا بحبه بالطريقة دي. تعالوا اوريكم الطريقة التانية. سكر، ما بحطلوش اي حاجة تاني، وهو ده الشكل النهائي للفطير بتاعنا. بأمانة تحفة وبسيط، وتقديمه سهل خالص وبسيط. يا رب يكون طريقتي عجبتكم.